ومكملين مع بعض في سلسلة فيديوهات اتعلم انجليزي من الصفر واتكلم بكل ثقة، وده الفيديو السادس. ففي 5 فيديوهات نزلوا قبل كده، فتأكدوا ان تتفرجوا عليهم بالترتيب عشان تستفادوا بأحسن طريقة ممكنة، وهتلاقوها هتظهر دلوقتي فوق قدامكم. وفي فيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن كده هنتعلمه دلوقتي exploring different professions. هنتعرف على مهن مختلفة أو حرف مختلفة. تمام. talk about your work experience. اتكلم على خبرتك في الشغل. exploring different professions يعني هنستكشف. different يعني ايه؟ مختلف. professions يعني مهن. تمام. فprofessions يبقى هنستكشف مهن مختلفة. تمام. حلو قوي. يلا بينا توكلنا على الله. نمشي مع بعض واحدة واحدة، نركز كده. In this unit الفصل ده أو في الوحدة دي In this unit we are going to take another look at the verbs to do. هنبص على verb to do، قصدي هنبص على فعل يفعل. تمام. And to work وفعل يشتغل. تمام. أو يعمل. تمام. As well as introduce the verb to study. Look at the examples below. يبقى هنركز على فعل to do اللي هو قصدي يفعل. تمام. وفعل work اللي هو يعمل، وهيتعرف كمان introduce يعني هيتعرف على the verb يعني فعل to study اللي هو يدرس. تمام. يدرس. تمام. look at the examples below. خلينا نبص على الأمثلة اللي تحت. تمام. طيب she works in a marketing. هي بتشتغل في التسويق. Do you work in finance؟ هو do you work in finance؟ هل أنت بتشتغل في التمويل أو في البنوك يعني؟ I study French at university. أنا بدرس فرنساوي في الجامعة. She works in a marketing. Do you work in finance؟ I study French at university. تمام. دلوقتي احنا بنعمله ان احنا لازم نحاول ناخد الجملة كده ونحاول ان احنا نعيدها كذا مرة عشان نحسن نطقنا ونحسن الممارسة بتاعتنا. يبقى in this unit we going to take another look at the verbs to do and to work as well as introduce the verb to study. Look at the examples below. يعني احنا في الفصل ده نشوف مع بعض الفعل to do اللي هو يفعل قصدي، وفيرب to work اللي هو يشتغل او يعمل، وهنتعرف على verb to study اللي هو يدرس. تمام. اوكي يلا بينا. To study. We study medicine at university. We study medicine at university يعني ايه؟ medicine يعني ايه يا جماعة؟ medicine يعني دواء. تمام. لو انا عايز اقول we study medicine at university يعني انا بدرس طب. تمام. بس medicine بس I want a medicine يعني انا عايز دواء. تمام. look something new. تمام. يبقى كلمة medicine دي جديدة. يبقى عندنا we study دي كلمة دراسة، دي جديدة بالنسبة لنا دلوقتي. عندنا medicine دي كلمة جديدة يعني دواء، ولو استخدمناها we study medicine يعني انا بدرس طب. at university هي جامعة، وعندنا college كلية، و university هي جامعة. تمام. يبقى عندنا university وعندنا college. تمام. هكتب لكم college دلوقتي، اول ما تيجي حتة فاضية هكتب لكم فيها college يعني كلية، و university يعني جامعة. تمام. طيب خلينا نركز هنا مع بعض. select the different forms of to do, to work and to study. خلينا دلوقتي نختار ما بين الجمل اللي قدامنا دي الصيغة المختلفة لكل فعل اللي هو فعل to do اللي هو يفعل، وفعل work اللي هو يشتغل أو يعمل، وفعل to study اللي هو يدرس أو بيذاكر. تمام. They do not speak Turkish. فهنا عندنا فعل to do إيه؟ do هنا جاية النفي. They do not speak Turkish. تمام. طيب I work in finance. عندنا هنا العبط، انا عملتها غلط. هو المفروض هنختار do work و studies. تمام. مفيش not، انا اخترت not غلط. هي المفروض do work و studies. المفروض ناخد بس الافعال بس، ما ناخدش معاها اللي بعدها يعني. يبقى do work و studies. تمام. هم دول الافعال. هنا عندنا do they do speak Turkish يعني هما بيتكلموا تركي. هنا I work أنا بشتغل في التمويل. She studies history هي بتذاكر تاريخ. طيب خلينا نركز مع بعض هنا. These three verbs all remain the same except when they are paired with he و she. كل أفعال التلاتة دول بيفضلوا زي ما هما except إلا لما يكون paired، لما يكونوا متصلين مع he و she و it. طبعا he و she و it بيتغيروا. تمام. يعني these three verbs all remain the same except when they are paired with he and she. طيب I do plus work study. You do work study يعني I هتبقى do I do أو work أو study هتبقى نفس الحاجة. You do work أو study نفس الحاجة. He or she does works studies. تمام. do بقت does، work بقت works. تمام. هنا برضو we do work study. تمام. they do work study. يبقى I ويو ووي وذي كلهم بيبقوا الفعل بيفضل زي ما هو ما بيتغيرش، لكن he وشي وات بيتغير، بيتحط له اس، بيبقى do بتبقى does، work بتبقى works، study بتبقى studies. تمام. نكمل مع بعض.
I'm a student. I study German. I'm a student. I German. ايه German؟ I study ولا studies German؟ I study German صح؟ أنا بدرس ألماني تمام؟ ما قلتش I study Germany. I study German. Germany هي ألمانيا تمام؟ لما تيجي تقول I study لغة بتقول German. With the subject I, the present simple verb form is study. Okay? I study German. تمام؟ ما ينفعش أقول studies. تمام؟ I studies German. حلو؟ He studies ممكن. She studies مثلا. Okay? Select the correct form of the verb to fill the gap. بيقول لك اختار الصيغة الصح للفعل عشان تملى الفراغات. Select the correct form of the verb. استخدم الصيغة الصح للفعل to fill the gap عشان تملى الفراغ تمام. What he do ما ينفعش اقول what do he do. اوكي لو كان في هنا they كان ممكن اقول what do they do او لو كان في مثلا you what do you do او كان في we what do we do او لو كان في I what do I do تمام. فهتبقى what does he do تمام. The subject of the sentence is he, so the correct form of do is does. Okay? Works. This is the he, she form of to work. يبقى عندنا true or false. This is he or she form of to work. Works. صح ولا غلط؟ عندنا works دي صيغة الفعل work لما يكون فيه he و she. صح؟ صح طبعا. جميل. When the subject is he or she the present simple زمن المضارع البسيط تمام. present simple المضارع البسيط تمام اللي هو سهل يعني. تمام يبقى بنقول when the subject is he or she the present simple form is works. تمام صيغة المضارع البسيط يكون ايه لما يكون في صيغة المضارع البسيط بتحط له اس على طول فتبقى works صح تمام. They do not speak Spanish. Listen and select the correct form of the verb to fill the gap. اسمع واختار الصيغة الصح للفعل عشان تملأ الفراغ. They ما ينفعش نقول they does not speak Spanish. They do not speak Spanish. هم ما بيتكلموش اسباني تمام. Do this is the he and she form of to do. صح ولا غلط؟ بيقول لنا احنا سامعينه دلوقتي ده Do. دي الصيغة الصح لما يكون he و she لفعل do في ال present simple. صح ولا غلط؟ في الزمن المضارع البسيط. صح ولا غلط؟ This is the he she form to do. False صح؟ عشان المفروض تبقى ايه does. برافو عاش. طيب هنا هيرجع لنا في حتة احنا غلطنا فيها تمام. عندنا select the different forms of to do يبقى do عشان هنا they do ما ينفعش يبقى they does. اوكي work I work ما ينفعش برضو تبقى works تمام. وstudy she study ما ينفعش تبقى study تبقى studies تبقى صح تمام. برافو علينا. طيب هنيجي نشوف جملة قدامنا put the words in order أو حط الكلمات بالترتيب. فعندنا finance و she works in. ناخد اللي آخرها dot نقطة اللي هي ايه finance دي آخر واحدة هتبقى موجودة. طب عندنا فين الضمير هنا؟ فين البروناون she. فين الفيرب؟ الفيرب ايه؟ الفيرب اللي هو شغل صح works. تبقى she works. فين البريبوزيشن؟ البريبوزيشن فين؟ سوري حروف الجر فين؟ in. she works in finance. يبقى احنا عندنا كده pronoun والverb والpreposition سوري الفيلد تمام. يبقى she works in finance هي بتشتغل في التمويل او هي مجالها في التمويل تمام او في الحسابات او في البنك يعني. Finance is a profession so we use the structure I work in plus profession. دي قلناها قبل كده. They do not work in a cafe. They do not work in a cafe. Okay guys, so what we are doing now is basically that we are listening to what the speaker is saying and we are trying to detect or we try to listen carefully and write what did we hear. Okay, so let's listen again. They do not work in a cafe. طيب اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا بنسمع وبنسمع الكلام اللي بيقوله ده وبنحط الكلمة الصح. فهو بنقول ايه they do not work in a cafe تمام. فهي دي في صيغة النيجاتيف. It's a negative word. Okay, they do not work in a cafe. هم ما بيشتغلوش في الكافيه تمام. حلو. The negative form صيغة النيجاتيف عامة بيبقى عندك the negative form of the verb is used here. They do not بتبقى don't تبقى do على طول والnot دي يعني تلزق في الدو فتبقى they do not تتحط apostrophe تبقى do not زي ما احنا شايفينها هنا دلوقتي do not تمام. They do not work. Okay. I work in a restaurant. Let's listen again to what he said. Let's listen again to what he said. I work in a restaurant. Type what you hear. اكتب اللي انت سمعته. Type what you hear. So what did we hear now?
what did we hear now؟ ليه قلت what did؟ ليه ما قلتش do؟ لأن did خلاص حصلت، تمام؟ did يعني خلاص حصلت. احنا what did we hear now؟ احنا سمعنا ايه دلوقتي؟ يبقى ايه؟ I work in a restaurant. I work in a restaurant. عشان ليه غلط؟ عشان انا حطيتها الاي ما كانتش كابيتال، تمام؟ اوكي. She at university. She at university. She study ولا she studies ولا she student at university. She studies at university ولا she study at university ولا she student at university. She studies at university. بالضبط. هي بتدرس في الجامعة. برافو. طيب he work in finance. He work in finance. he do not ولا he does not work in finance. هنا ال present simple يا جماعة. ال present simple. ففي ال present simple احنا بنقول ايه؟ he does not. He does not work in finance. هو ما بيشتغلش في My التمويل. sister studies German too. My sister studies German too. My sister studies صح studies تمام German too صح. My sister studies German too. أختي بتدرس ألماني هي كمان. Okay. We say my sister studies a subject. Okay. In this sentence the subject is German. تمام. تمام. يعني احنا بنقول subject المادة. تمام. يعني احنا دلوقتي قلنا خلاص مثلا study ايه بقى؟ study ايه؟ study German. تمام. حلو قوي. عاش. برافو. طيب put the words in order. حطوا الكلمات بالترتيب. do what you. طيب لما نيجي نعمل جملة مفيدة أو نعمل صيغة سؤال فتبقى what do you do. صح كده. what do you do. عاش. برافو يا جماعة. زي الفل. هنا he عندنا work هنا. ف work هتبقى he ايه in a restaurant. هتبقى ايه؟ he works صح؟ في present simple في المضارع البسيط هيبقى works زي ما قلنا. work ما ينفعش تبقى work in a restaurant he work. لا he ممكن نقول he does work in a restaurant. ممكن نقول does work in a restaurant. بس لو هنيجي نحط بس الفعل لنفسه الفعل بس فهنقول he works in a restaurant. اوكي؟ اوكي. طيب type the correct form of to study. do you ايه Russian؟ لا هو هنا الفعل اللي عندنا يا كريزي دراجون هو study بش speak. لو speak لو هو بيقول لك form of to speak يبقى تغيرها. do you study Russian؟ صح كده. do you study Russian؟ صح. برافو. we say you study plus subject in this sentence. the subject is Russian. برافو. عاش. I work in a restaurant. I work in a restaurant. هو عادها لنا ليه؟ عشان احنا قلناها غلط. I work. لا عشان احنا كتبنا اول حرف كان غلط. هي I work in a restaurant فلازم اول حاجه تبقى كابيتال. طيب كده صح برضو عشان ما قلناش ان نسينا نحط ان. طيب I ماشي. work in a restaurant. حاضر احنا اسفين يا عم. ماشي ماشي I work in a restaurant. I work in a restaurant. ماشي. عاش يا جماعه. حلو قوي. يلا اللي بعده. هل انتم جاهزون؟ Are you ready? Yes, we are ready. Let's do it. Okay, now we will do the third part or the third section in chapter 6, which is pronunciation cat, sad, and. Okay, practice the vowel sounds AE in a common English words. تمام. يلا هندرب مع بعض على الاصوات اللي هي الفاولز اللي هي الاي والاي والحاجات دي واليو دول بيتنطقوا بطريقه معينه فهندرب عليها مع بعض دلوقتي زي مثلا cat sad and كل الحاجات دي مثلا دي فيها vowel sounds. اوكي يلا pronunciations يعني ايه نطق. اوكي cat يعني ايه يعني قطه. sad يعني حزين and يعني بعد. practice the vowel sounds. practice يعني مارس اصوات الفاول in common English words في الكلمات الانجليزي اللي هي بتبقى بتبقى دارجة اكتر او مستخدمة اكتر. تمام.
او مألوفة اكتر على الواحد. تمام. او في كلمة تانية عندكم تانية غير مندرجة او مألوفة او معروفة. تمام. او مستخدمة اكتر. تمام. ماشي، يلا بينا. Welcome to this pronunciation lesson. اهلا بيك في درس النطق. تمام. We are going to explore a common sound that can be difficult for English. هنبدأ دلوقتي نستكشف مع بعض أصوات، يعني تقول ايه، أصوات مألوفة أو أصوات مستخدمة كتير أو شائعة. تمام، يعني مستخدمة كتير شائعة. أوكي. explore a common sound يعني أصوات شائعة كتيرة أو مستخدمة كتيرة that can be difficult for English، اللي هي ممكن تكون صعبة في الإنجليزي. for English learners، اللي بيتعلموا إنجليزي. English learners يعني اللي بيتعلموا إنجليزي. keep going even if you can't produce the sound at first. بيقول لك استمر حتى لو أنت مش عارف تطلع الصوت في الأول. تمام. we will prepare you in 3 stages. هنحضرك أو هنساعدك أو هنأهلك، هنجهزك في 3 مراحل. in 3 stages، في 3 مراحل. اوكي. This is the vowel sound in words such as and man. By the end of this lesson you will have learned a few of the words containing this sound. Here are some examples before we start. طيب we are going to focus، هنركز دلوقتي مع بعض on how to pronounce the vowel sound، ازاي ننتج الصوت ده اللي هو الأ. This is the vowel sound in words، يعني ده الصوت اللي بيبقى موجود في الكلمات، زي كلمات ايه such as and man and وman. By the end of this lesson، في آخر الدرس ده you will have learned a few of the words. هتقدر تتعلم يعني هتقدر تتعلم a few يعني كلمات قليلة. هتقدر تتعلم كلمات قليلة من الكلمات ديت اللي هي containing this sound، اللي هي فيها الصوت ده اللي انت بتسمعه. Here are some examples before we start. هنا في بعض الأمثلة قبل ما نبدأ، اللي هم ايه sad وman وplain وcat وant. يبقى sad يعني ايه حزين، man يعني راجل، plain يعني طيارة، cat يعني طيارة، cat يعني قطة، وand يعني بعدين. تمام، بعد. يبقى sad وman وplain وكات وand. اوكي. يبقى الصوت sad man plain cat and Man. اوكي. man money men. اي واحدة فيهم الصوت الصح. listen to the audio. which word do you hear? try make the sounds yourself. Man. man man Man. man money men. يبقى man. صح. تمام. اضرب عليه كذا مرة. man sad cat plain and. Watch the video and read the pronunciation tips for the sound. okay. drop your jaw بيقول لك يعني خلي فكك يبقى نازل كده. يعني تخلي الفك ينزل تحت. pull up the corners of your mouth. اوكي. هو بيوصفك ازاي تعملها يعني بالكلام، بس خلاص هي man sad and I have a brown cat. I have a brown cat. The word cat contains the a vowel sound like in and. صح ولا false? True. صح. We have seen before spelling and sound do not always correspond in English. The letter A is not always pronounced as a. The spelling of the whole word can help us work out whether the word contains the a sound. Take a look at the examples we are about to listen to. Plan يعني خطة. Okay. plan يبقى دي plan. plan sad plan sad different vowel sound. هنا هتبقى plain وهتبقى said. يبقى عندنا plain وعندنا said. plain يعني ايه؟ يعني طيارة. وsaid يعني قال. تمام. I said أنا قلت، أو he said هو قال. Okay. The spelling of the whole word can help us work out whether the word contains the a sound. Take a look at the examples we are about to listen. طيب الكلمة دي كلها اللي احنا الكلمة اللي احنا شايفينها دي قدامنا
هنا نقول ايه؟ plan sad plain said. اوكي، هتلاقي البرونسيشن مختلف. plan وساد غير plain وغير said. اوكي ماشي، دي sad هنا said هنا plan وهنا plain. تمام. طيب. Plan. Plane. I want to do a plan. I would like to travel in an aeroplane. plan يعني خطة، plane يعني طيارة. تمام، بتحس ان انت بتكسرها. plan بتمد، plane بتكسرها. sad, said, sad يعني حزين، said يعني بيتكلم. تمام، تكلم. اوكي، sad و said. sad, said, اللي بعده. طيب، match the word to the sound it contains. اوكي، يعني وصل الكلمة بالصوت اللي انت بتسمعه. طيب، يبقى عندنا هنا قلنا ايه؟ دي ايه؟ ها، plan sad. صح، plan و sad. plan و sad فيها ال a sound اللي هو a sound. هنا plain said يبقى different vowel sound، صوت تسمعه مختلف. تمام. plain, طيب اسمعوا تاني. plain, plain. هنا عندنا هنا plan هنا plain، يبقى number 3. برافو، عاش. طيب عندنا هنا Man. Main. man man يعني راجل، main يعني اللي هي أهم حاجة، مثلا the main important، مثلا the main important حاجة، مثلا the main. عايز بس أجيب المعنى بالعربي. main يعني رئيسي، main يعني رئيسي. أوكي، main يعني رئيسي، man يعني the main important point يعني النقطة الرئيسية مثلا كذا. تمام، أو الأساسي. صح. These two words contain the same vowel sound. false. صح، لأن هم مختلفين عن بعض. دي man دي فيها vowel sound، دي ما فيهاش vowel sound. false. man contains the a vowel sound like in and, but mean contains a different vowel sound. True. Right? Yes. Perfect. Okay. In the second part of this lesson, we are going to practice recognizing the a vowel sound man and in different words and phrases. في الجزء الثاني من الدرس ده هنتعلم we are going to practice هنمارس مع بعض ازاي نميز recognizing the a vowel sound في man و and in different words and phrases. ازاي نقدر ان احنا نميز صوت ال a في man و and زي ما احنا شايفينه في different words and phrases. يبقى في الكلمات والعبارات. تمام. phrases يعني عبارة، phrase يعني عبارة، عبارات phrases. اوكي طيب. This man loves his cat. This man loves his cat. The words man and cat contains the same a vowel sound like in and. True. صح. True. الاثنين دول man و cat فيهم نفس الصوت الفاول. تمام، اللي موجودة في and. sat, sat, Listen to the audio. Which word do you hear? اسمع للأوديو وشوف أي كلمة سمعتها. sat, said ولا sat ولا send. sat, Try and produce the sound yourself. بيقولك حاول إنك أنت تطلع الصوت بنفسك. sat, sat, said ولا sat ولا send. sat. صح. sat. Okay. Mad. Listen to the audio. Which word do you hear? Try to produce the sound yourself. اسمع الصوت وشوف أي كلمة بتسمعها وحاول تطلع الصوت بنفسك. أول واحدة mud، تاني واحدة made، آخر واحدة mad. فهو بيقول إيه؟ Mad. هي بتقول إيه؟ mad. mad يعني إيه؟ يعني متعصب. made يعني يصنع. mud يعني عفن. mud يعني عفن أعتقد. mud يعني تمام؟ ممكن برضه يبقى عفن. made يعني يصنع أو صنع. وماد ماد يعني ايه؟ ماد يعني متعصب مثلا، او واحد ماد يعني غاضب مثلا. he's mad. اوكي طيب، يبقى mad. she is mad. I know the man on the TV. I know the men ولا man on TV. I know the man on the TV. I know the man on the TV. مش men. man. صح. man. she has a new plan. she has a new plan ولا plane. صح. مش plane. okay. Read the following words out loud. Which of the words contain the a vowel sounds like in and. بيقولك اقرأ الكلمات دي بصوت عالي. Which of the words contains the a vowel sound like in and.
اقرا الكلمات دي بصوت عالي، اي واحده فيهم فيها صوت الفاول ده، تمام، اللي هو said ولا plan ولا cat ولا made ولا man ولا plane. plan، تاني واحدة cat، تالت واحدة man. برافو، عاش. طيب match the word to correct the sound. وصل الكلمات للأصوات الصح. man mad man وماد دول ايه؟ دول sounds. mean وماد دول different vowel sounds. صح؟ حلو جدا. طيب let's practice. In the third part of this lesson we're going to practice producing the a vowel sound like in and man, and we are going to use the some contrasting vowel sound like, for examples, plain, plan, plan, plain, to help us focus on the words with the a vowel sound. First, let's remind ourselves how to make it. طيب بيقول في الجزء ده من الدرس هنمارس مع بعض ازاي ننتج الصوت ده زي موجود في and وفي man، واحنا كمان we are going to use this وهنستخدم كمان some contrasting vowels واصوات تانية زي مثلا في plan و plain to help us focus on the words with a vowel sound عشان تساعدنا ان احنا نركز في الصوت اللي هو الآ ده. First let's remind ourselves how to make it. خلينا الأول ان احنا نفكر نفسنا او نعرف نفسنا ازاي نقدر ان احنا نعمله الصوت ده. ماشي. He said he was feeling sad. He said he was feeling sad. Okay. The word said and sad contain the a vowel sound like in and. True or false? هل said و sad فيهم الفاول sound؟ طبعا false، صح؟ لأن said و sad مختلفين عن بعض، صح؟ دي said ودي sad. Sad contains the a vowel sound like in and, but said contains a different vowel sound. صح؟ هما الاثنين مختلفين عن بعض. حلو قوي. Plan. Plain. Plan و plain برضو sad, مختلفين. Sad و said. man, We have a new plan. We have a new plan. تمام. We have a new plan. عندنا خطة جديدة. the man is on the mat, The man is on the mat. طيب the man is on the mat. طيب man ومات. مات دي ايه؟ مات دي اللي هي اللي واقف عليها بيعمل عليها الرياضة، دي اسمها مات. تمام. السجادة بتاعت الصلاة ممكن نقول prayer mat، ممكن نقول sports mat، اوكي، ممكن نقول exercise mat، اوكي، او training mat، ممكن نقول كل الكلام ده. حلو جدا. الراجل واقف على سجادة، هي مش سجادة يعني، اللي هي بتاعت التدريبات دي، اللي هي اللي بيفرشها عشان يعمل عليها التمرينات التدريبات. تمام. اوكي خلصنا الدرس ده، عاش جدا، برافو. شوف الدرس اللي بعده. طيب عندنا ايه كمان؟ طيب يا جماعة النهاردة كده يبقى احنا خلصنا مع بعض الدرس السادس، لسه هنكمل مع بعض المفروض اللايف الجاي ان شاء الله. هنكمل مع بعض حتة لندن سنترال ابيسود 2. هنتفرج على الفيديو واتش ليو ستارت ا نيو جوب. هنشوف دلوقتي قدامنا مثال عملي لليو، هو بيبدأ شغل جديد وبيتكلم على حياته، بيتكلم على وظيفته وبيتعرف على الناس على الوظائف بتاعتهم وكده. كل ده هنعرفه ان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي. والنهارده كده يبقى اتعلمنا مع بعض pronunciation في الفاول ساوندز، في الاصوات اللي هي بنقول زي sad وكات ومان وبلان وايه كمان ومات كمان. تمام. وعرفنا برضو كمان على البروفيشنز وامتى نقول الفيلدز، امتى نبقى عارفين الفيلدز بتاعتها، وامتى نبقى نقولها في البليسز، يعني امتى تبقى المكان، امتى لما نيجي نقول مثلا I work in marketing مثلا، او I work as a teacher مثلا، or I'm a teacher. تمام. فكده احنا عرفنا امتى البروفيشنز، وعرفنا كمان الفيلدز نفسها بنقولها امتى، والامور دي كلها. ان شاء الله المفروض الفيديو الجاي هيكون زي ما قلنا، هيكون لندن سنترال ابيسود 2، وهيكون الريفيو على الكويك ريفيوز، وده يبقى الدرس السادس. لو انتوا ما شفتوش الفيديوهات اللي قبل كده فهتقدروا تشوفوها على يوتيوب اهو. اول فيديوهين اهم، اتعلم انجليزي من الصفر،
ده اول فيديو، وتاني فيديو هو ده برضه اتعلم انجليزي من الصفر. هنا اتكلمنا مع بعض على التحية والتعارف والمحادثة باللغة الإنجليزية، وهنا اتكلمنا مع بعض على الأسماء والأشياء باللغة الإنجليزية. فلو انتم مش مشتركين في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. أتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم. لو كان مفيد شاركوه مع غيركم كمان، وشكرا انكم بتعملوا كده. لو عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات اكتبوها في التعليقات تحت، وهجيبكم عليها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. ولو أول مرة بتشوفوني، أخوكم علي معاكم، وأشوفكم إن شاء الله في اللايف الجاي مع درس جديد. دمتم يا رب بصحة وسلامة، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. مع السلامة.